السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة وصفات سكر. بصراحة الاريال الاوتوماتيك غلي. انا بجيب الاريال الاوتوماتيك ب80 دلوقتي، وجبت مكانه اوكسي لقيته برضو ب65. فاحنا بايدينا نوفر الاريال ده، ومش غلط على غسالتنا، ولا الغسالة هتبوظ ولا هيجرالها اي شيء، لان احنا بقالنا فترة شغالين على الاريال اللي احنا عملناه في البيت ده، ومش بيرغي، والنظافة بتاعته تحفة 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 تحفة، يعني فوق ما تتخيلوا. تعالوا بينا نوفر ونعمل الاريال اوتوماتيك مع بعض في البيت يا حبايب قلبي. ازاي هنعمله؟ يلا مع بعض نبدا. معانا يا حبايب قلبي كوبايتين اريال اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده، ومعايا ده لتر كلور الوان، ومعايا الصابونتين الحمام دول. ماشي، نبدا مع بعض. هنعمل ايه؟ هنبشر الصابونتين دول. ماشي، هنبشرهم كده، وبعد ما ابشرهم هحط عليهم 2 لتر ميه على البوتاجاز مع بعض. هبشر الصابونتين وارجع لكم على طول. اهو يا حبايبي بعد ما بشرنا الصابون زي ما انتم شايفين كده، دي الازازه دي 2 لتر ميه، هروح مفضياهم عليها. فضيتهم زي ما انتم شايفين كده، هروح بيهم على البوتاجاز عشان الصابون ده يدوب، وبعد ما يدوب على البوتاجاز هسيبه يبرد وارجع لكم. حبايبي بعد الصابون ما داب زي ما انتم شايفينه كده، ما عادش فيه اي بواقي صابون. معلش انا اسفه، نسيت اقول لكم ان انا معايا دي كوبايه زهره بيضه، عباره عن 8 كيلو زهره بيضه. ماشي، هي بتتجاب من عند بتاع المنظفات، لو قلتي له عايزه 8 زهره بيضه هيديهولك. فانا بضيفها كده وبدوبها اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين. تحسوا كده ان القوام بقى تقيل، عمال يتقل من الزهره البيضه اللي انا حطيتها. بفضل اقلب فيه كده اهو يا حبايبي، شايفين مع التقليب هو بيقعد يتقل. انا هقلبه شويه وارجع لكم. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين القوام بقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. بجيب كوبايتين الاريال الاوتوماتيك اللي احنا ركناهم على جنب وبضيفهم عليهم اهو، وبقلب برضو وادوبهم اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ابتدى يتقل برضو كمان شويه الاريال، لسه ما دابش، انا هقعد ادوب فيه شويه بس لما اضيف له الكلور الالوان. هقلبه واجيلكم اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين لونه كريمي زي ما انتم شايفين كده، ومش مجمد ولا حاجه، بس في بعض التكتلات البسيطه اللي انتم شايفينها دي. انا هضربه بالهاند بلندر علشان افك التكتلات دي بس. تكلوا كده اهو يا حبايبي. هو ده قوامه. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعبيه في جيركن او في ازازه وناخد منه المكيال اللي احنا عايزينه. انا هجربه دلوقتي في الغساله بتاعه الاوتوماتيك وهوريكم هنغسل بيه ازاي. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، عبيت الجيركن ده. دي كانت ازازه زيت ريتلو 700 جرام. انا عبيتها، استفدت من الازازه، ولسه فاضل باقي الكميه كمان كده بالتقريب، يعني في حدود برضو كمان ازازه زي دي. انا هوريكم الغسيل بتاعها عامله ازاي. يلا مع بعض على الغساله. شايفين يا حبايبي الفوطه عامله ازاي؟ وهنحطها دلوقتي في الغساله وهنغسلها. للناس اللي بتقول الفوط الغساله الاوتوماتيك ما بتنضفهمش، تعالوا نشوف بالمسحوق بتاعنا هينضف ولا مش هينضف. هنحط المكيال بتاعنا في قلب الدرج زي ما انتم شايفين كده، وهنشغل الغساله على غليه، يعني على درجه حراره مرتفعه عشان دي فوط. ماشي، وهنشوف بعد كده بعد ما تاخد البرنامج والدوره بتاعتها وتغليهم وتطلعهم هنشوفهم عاملين ازاي. الكوبايه دي يا حبايبي اللي انا عاملاها مكيال لغسالتي. ماشي،
كل واحد بقى حسب المكيال اللي بيحب يستعمله، بس انا بحب استعمل المكيال ده. تعالوا بقى نقول ملاحظاتنا للاريال اللي احنا عملناه ده. الاريال ده اول ما حطيت الميه الصابون هدي شويه، ورحت ضايفه عليه الزهره البيضاء، عمل زي خرز كده. ما تخافوش، هترقد الخرز عام على الوش والميه رقدت تحت، ما تخافوش ما فيهاش اي حاجه. ورحت بعدها ضايفه على طول الكلور، وضايفه كمان الاريال مع بعض. لما الحاجات دي عامت على الوش، انا رحت ماسكه الهاند بلندر ورحت ضربها شويه، راحت فكه وعملت كده. هو لو قعد قد ايه مش هيجمد. ماشي يا حبايبي. واللي ما عندوش هاند بلندر ممكن برده في الخلاط، هو ما بيأثرش على الخلاط وما بيعملش حاجه، وبيفك التكتلات دي كلها، وبنضيف المقادير كلها على بعضها وبتتخلط وبتبقى زي الفل. ماشي يا حبايب قلبي. اهو يا حبايبي الغسيل زي ما انتم شايفين، الفوط زي الفل زي ما انتم شايفينها كده، طلعت زي القشطه اهي زي ما انتم شايفينها اهي. مش محتاجه اريال تاني من بره ان احنا نستخدمه علشان نجيب الاريال ب 80 جنيه، كتير قوي عليه 80 جنيه. احنا عملناها في بيتنا ما كلفناش كتير، هي الصابونتين والزهره البيضاء والريتل الكلور الالوان، وافتكر بس ورتلين الميه، مش اكتر من كده، وطلع الغسيل زي الفل. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.